ازاي تعرفي ان صاحبتك حبيبة قلبك بتوقع بينك وبين جوزك؟ معرفة صاحبتك الانتيم على جوزك او خطيبك وسايباها تقرب منه وهي اصلا من تحت لتحت بتوقع بينكم وسبب كل خناقة؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. صحاب مش دايما جدعين، خصوصا لو الموضوع فيه ارتباطات وقصص عاطفيه، ومش ضروري تكون عينيها منه. ممكن تبقى شايفه مثلا ان هو واخدك منها، او عادي منافسنا من علاقتكم، شايفه ان انتوا بتحبوا بعض قوي وده كتير عليكي، فكون انك تحكي اسرارك انت وحبيبك او جوزك وهي زي الحربايه عماله تسخن وتوقع بينكم كل شويه. تعالي بقى اقولك على شويه علامات تعرفي منها. أناس ثعبان. صاحبتك عاملة حمامة السلام بينك وبين جوزك وهي الحرباية اللي بتوقع ما بينكم، أول وأهم علامة إنها تسخنك عليه. قوم إيه حضرتك تروحي تشتكي لها منه؟ قوم تسمعي نصيحتها، ما هي صاحبتك بقى وعاملة إن هي بتخاف على مصلحتك، وهي بدل ما تقولك وتهديك يا بنتي بيتك وجوزك، او تشوف الموضوع بشكل حيادي وتقولك الصح فين والغلط فين، تروح مشيطه الدنيا وتقولك لا ما تسكتيلوش، لمي هدومك وعيالك وروحي اغضبي عند امك. اعملي لنفسك شخصيه، ولو هو خطيبك ارميله الدبله في وشه، قومي تسخني انتي وتزنهري وتروحي رازعه بلوك وتروحي مهزقاه ومطلعه عينه هو واللي جابوه وترمي الشبكه في وشه. بالذمة ده كلام؟ تاني علامة، طول الوقت بتنتقد في جوزك أو خطيبك وفي شكله وتصرفاته وتتريق عليه وتقول إن هو مش شبهك، وتتريق على أي صورة ليكوا مع بعض وتقولك ده مش لايق عليكي. إيه ده؟ بصي ده لابس كده ليه؟ وبيتكلم كده ليه؟ إني وتخليكي تقفلي منه وتشوفيه بعيونها اللي هي بتحاول تصدرها لك فتكرهيه، وتبدأي تنتقديه انت كمان، وهوب بتقوم بينكوا الخلافات. ومن هنا تبتدي رحلة الانفصال يا خيبتك. لو صاحبتك عملت كده اعرفي على طول ان هي غيرانة منك، عشان انتي اتخطبتي وهي لا، ارتبطتي وهي لا، خطيبك بيحبك وهي لا، ما عندهاش حد يعبرها، او لو مخطوبة خطيبك احلى من خطيبها او بيدلعك اكتر من خطيبها. غيرانة يا خيبتك وبتحربق عليكي وعايزة تفشكلك الجوازة، وانتي زي العبيطة ماشية وراها من غير تفكير. العلامة الثالثة، انك تلاقيها كل شوية بتقارن ما بين خطيبك وخطيبها، او بتقارن بين خطيبك وبين خطيب اي واحدة تانية في الشل، او بينه وبين اي حد تاني كنت مرتبطة بيه، وطبعا ما بتطلعش فيه غير العيوب والمميزات بتشيلها لاي حد تاني. هي نفسها وعايزاك تشوفيه قليل، ومش عايزاك تتهني بالخطوبة دي، عايزة تكرهك فيه وغيرانة، ومش عارفة تداري غلها فبتسخنك على الواد الغلبان. العلامة الرابعة، ان صاحبتك منفسنة من حبيبك وعايزاك تفركشي، وانها بتتضايق وتلوي بوزها لما تلاقيكي بتكلميه، او حتى بتبعتي له كلمة حلوة في مسج، وتفضل تزن عليكي وتقولك بطلي بقى دلقة، بطلي اهتمام يا بنتي هيكرفك، يا بنتي هيشوف نفسه عليكي، وتفضل تقولك اجمدي كده، ده الراجل لازم ياخد على دماغه، ولا لما يكلمك بقى يطمن عليكوا وانتوا خارجين يا ربي فتتضايق وتشعل وتقولك ايه هو انت خارجه معايا ولا خارجه تحبي فيه في التليفون، او تقولك هو كل شويه بيكلمك ليه، هو مش واثق فيكي ولا شاكك انك خارجه مع رجاله ومش خارجه معايا اصلا، وانت بقى زي العبيطه تنفضي وتسخني وما ترضيش تردي عليه الا لما تروحي، وتلاقي منه اتصالات كتير عشان الراجل يا حبه عيني قلقان عليكي وعايز يطمن، وانت تلوي بوزك وتقولي له انت بتتصل كتير وانا بره ليه، انت مش واثق فيا. ومن هنا تبدأ الخناقة الكبيرة، وده بقى هينقلنا الخامس علامة، وانتوا متخانقين هتلاقيها مبسوطة ومرتاحة، ولو جيتي سألتيها وقلت لها ده بيتصل أرد، ده بعت لي واتساب، ده بيقول لي عايز يشوفني حالا، تقول لك شفتي خطتي نجحت، اكرفيه أكتر اوعي تعبريه، وتلاقيها عمالة تسخن فيكي وتقعدك في الفرن وتديكي نصايح زي وشها لحد ما خطيبك يزهق ويطفش، وساعتها هتبقي يا خيبتك يا خيبتك بجد. وأنا بسنت النبراوي، تابعوني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.